زي ما عملنا فيديو لكل العربيات اللي نزلت مصر تحت ال 2 مليون، دلوقتي هنعمل كل العربيات اللي نزلت مصر فوق ال 2 مليون في 2024 طبعا، وبرضه نشوف مين نجح ومين فشل ومين نص نص. هحاول امشي بترتيب الاسعار ونبدا بسكودا اوكتافيا الفيس ليفت. كنت اتوقع هيفاء وهبي بتتحجب ولا اني اشوف اوكتافيا ما بتنجحش في مصر، بس الفيس ليفت بجد ما نجحش في مصر وانا شايف ده بعيني. بصراحه انا فرحان، لان ازاي تبقى لي اوكتافيا اول فئه ب 2 مليون وبتوصل 2 مليون و600 ومش في ار اس حتى. تاني عربيه هي بيجو 3008 الشكل الجديد، العربيه لسه نازله من كام يوم فمش هنعرف نقيمها. بي دبليو تيجوان الشكل الجديد برضه عملت نجاح نص نص، ما عملتش نجاح قوي يعني، بس ما اقدرش اقول ان هي فشلت، فهنقول نص نص. عربيات اكسيد الجديده الار اكس والفي اكس اظن طبعا في الحنبلكس خالص، فشل وفشل ذريع. نيسان اكس تريل رغم ان الريفيوز عليها كويسه الا ان هي برضه ما نجحتش خالص في مصر مع الاسف. بي ام دبليو اكس 2 العربيه دي بصراحه نقف عندها، انا قلت اول ما تنزل بالشكل ده العربيه دي هتكسر الدنيا، بس انا حرفيا ما شفتش منها في مصر من ساعه ما نزلت غير عربيه واحده. هل التوكيل مش بيسلم مثلا؟ هل مش موجوده في المعارض؟ ما اعرفش بصراحه، بس هي لحد دلوقتي فشلت، بس اتوقع ان هي تنجح السنه الجايه. سكودا كودياك من العربيات برضه اللي المصريين بيحبوها قوي، الشكل القديم نجح جدا، بس الشكل ده الفيس ليفت برضه ما نجحش قوي. مش هقدر اقول فشلت، بس هنقول نص نص. هيونداي سانتا في الحمد لله ان العربيه دي فشلت، ما شفتهاش في الشارع لحد دلوقتي، لان العربيه دي لو انتشرت في الشارع بشكلها ده مضر على البصر. بي دبليو توارك عربيه كويسه جدا، بس المصريين لسه ما عندهمش ثقافه انهم يشتروا عربيه مش مرسيدس ولا بي ام فوق ال 4 مليون جنيه، فطبعا فشلت. واخيرا الجيب الجراند شيروكي الشكل الجديد، ما اعرفش بصراحه فشلت ولا لا، ما شفتهاش في الشارع، بس اكيد هتنجح يعني، اصل دي جيب. قولوا لي في الكومنتس لو في عربيات نسيتها، وما تنساش تعمل فولو او سبسكرايب.